عن بر الوالدين، معرفش شفتوه ولا لا. طيب كنت بتكلم فيه عن ازاي الطفل ممكن يكون عاق لأهله. للأسف لقيت ناس كتير جدا رجالة وستات داخلين يقولوا لي طب احنا عايزين درس لعقوق الوالدين لولادهم. العكس بقى، لان في زي ما في ولد عاق لأمه في أم عاق لابنها أو لبنتها. طيب العقوق ده بيكون رقم واحد سببه ايه؟ لازم اعرف ايه سبب ان انا ممكن يكون اصلا عندي عقوق في البيت. ايه ده، هو ممكن يكون في سبب ان انا اكون ام عاق؟ زي ايه؟ رقم واحد، الدخل الحرام. انا بكسب فلوس من حاجة حرام، بشتغل في شركة بتنتج حاجات خمرة، فلوسها ايه؟ حرام. شغالة في شركة بتسلف الناس ألوفات وترجعها بالربا، تقول لهم على كل 1000 جنيه هناخد منكم 10 جنيه، حتى لو هياخدوا جنيه ربا. يبقى أنا بأكل عيالي أو بدخل فلوس حرام على بيتي. فده يعمل ايه؟ قلة البركة. هيبقى في بركة في البيت، فبالتالي الشياطين هتبدأ ايه؟ تشتغلك. فلما تشتغلك يحصل ايه؟ تعملي عقوق مع اولادك. ايه بقى العقوق اللي احنا عاملينه مع اولادنا؟ خلاص، من الشكاوي اللي جاتلي، انا اتجوزت وخلفت، باجي ازور ماما في البيت، بروح لها بولادي احفادها يشوفوها مرة في الاسبوع. مرة في الاسبوع مش عايزة ولادي خالص ولا عايزاني، وشايفة ان انا باجي عشان ارمي ولادي عندها في البيت. طب انتي فعلا بتعملي كده ولا لا؟ عشان برضو في بنات وستات سيدات برضو، انا اسفه يعني، بتستهبل عشان تجري هي تروح تشوف لها خروجه حلوه، عشان وراها مشوار، لو وراها مشوار او وراها حاجه معلش ممكن الام تستهبل. لكن ما يبقاش امي مثلا تعبانه وست كبيره وظهرها وجعها ورجليها وجعاها وجسمها ومش قادره على الصداع بتاع بس يا حبيبي، بس يا ماما، بس يا روحي، وانا اروح ارمي لها العيال عشان ايه؟ اكبر دماغي واقول ايه يعني، ما هي جده بقى خليها تشيل شويه معايا، ما هي ام. لا خلاص، ساعتها اللي عاق لامي، فناخد بالنا. تمام؟ طيب، فالبنت قالت لي بروح عشان ازورها وببقى قاعده معاها واولادي ما شاء الله مؤدبين وكل حاجه، ولا بتطقني ولا بتطيق ولادي. طيب الام دي ايه سبب نفورها من بنتها ومن اولادها؟ انه هي ممكن تكون كانت بتعاني من وهي صغيره من عقوق اهلها ليها. طيب العقوق يعني ايه عقوق اهلها ليها؟ ولازم نركز في الجمله دي، لان العقوق يا جماعه نوعا ما بيورث. يعني ايه بيورث؟ يعني انا كنت عاق لاولادي، فاولادي هيطلعوا عاق ليا اصلا ولاولادهم، وهتتورث بقى. ليه؟ اولا، هل احنا بنحن على اولادنا؟ يعني ايه بنحن على اولادنا؟ احنا كلنا امهات وبنحن على اولادنا. كام واحد فيكم بيحضن ولاده؟ في ام تقول لي عادي يعني لما بيخش البيت يا حبيبي ماشي وخلاص والكلام ده كله. قلت لها لا، كام مره ندهنا ولادنا وحطيناهم في حضننا واحنا بنحضنهم، مش اللي هو يلا حبيبي يلا برافو الحضن اهو خلاص، لا، احضنها واحضنها جامد عشان تحس بحضن الام. فالطفل لما يحس ان امه حضنته، مش بس الطفل يا جماعه، انا مش بتكلم على اطفال صغيره، انا بتكلم حتى احنا في سننا ده، لو رحتي لامك ومسكتك وتكت عليكي كده سن، بتلاقي راسك على طول نامت على صدرها، وكأن الدنيا كلها ما بقاش ليها اي لازمه خالص، كفايه حضنك يا امي اللي انا في وسطه. صح ولا غلط؟ نفس القصه الابهات، بس انا مش هتكلم عن جزء الابهات طبعا، بس لازم الفت نظركم، ومش بقول لكم تروحوا بقى انت مقصر معايا وانت على فكره عامل عقوق لاولادك. لا 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 لا، خلينا الاول نركز في نفسنا الله يرضى عليكم، وبعد كده لما احنا نظبط نفسنا مع ولادنا نبقى نفكر ان احنا
نعدل بالراحه وبلين وباخلاق وبادب مع الزوج الايه السلوك بتاعه مع ولاده. فقعدت راجعت كلمت الام، مساء الخير، السلام عليكم، ازي حضرتك وايه الاخبار، ممكن اعرف ايه السبب؟ قالت لي انا ما اعرفش اللي انت بتقوليه ده اصلا، انا ما حسيتش بيه من وانا صغيره، يعني انا مش فاهمه ايه الارتباط الاسري اللي انت بتتكلمي عليه. ها، مش فاهمه ايه الارتباط الاسري. يعني احنا عمرنا بابا على طول في الشغل، ماما على طول في الشغل، واحنا على طول قاعدين لوحدنا، نرجع من البيت ماما بتحضر الغدا، بس ده واجبها انها بتعمل ايه؟ بتحضر الغدا، لو انه مش واجب على فكره، انت ممكن يبقى عندك شغاله كمان وتحضر الغدا، صح؟ طب امال واجب الام ايه؟ احنا للاسف حصل لنا تغيير في البرايورتيز بتاعتنا، اولوياتنا اتغيرت، بقت اولويتي هصحى النوم النهارده هعمل ايه، هروح الشغل، هلبس ايه، هقول للراجل ايه، هعمل ايه. طيب للي ما بتشتغلش، هصحى من النوم النهارده هطبخ ايه، هطلع اكل ايه، هعمل ايه، هودي العيال التمارين امتى، هعمل مش عارفه ايه امتى. هم مش عايزين على فكره كل ده خالص خالص. هم محتاجين مننا ايه؟ الكلام، محتاجين ان احنا نتكلم مع ولادنا. كام حد فينا بيقعد ويخليهم يحكوا لهم واحنا نحكي لهم ونبقى اصدقاء؟ مش الموضوع مش اخذ بس ولا عطاء بس، لازم اعلمهم انا هسمعك وهاخد رايك وهاخد شخصيتك وهيبقى ليكي راي، وانا كمان عندي مشكله وعايزه اعرضها عليك.